خليني أقول لك حقيقة هتعصبك، التحليل الفني ممكن يكون مجرد وهم وإحنا صنعناه بإيدينا. سنة 1973 في أستاذ في جامعة برينستون كتب كتاب اسمه أراندم ووك داون وول ستريت، وقال فيه جملة واحدة بسيطة غيرت النقاش لحد دلوقتي. قال لك إيه بقى؟ قال لك لو جبنا قرد بيرمي أسهم على صفحة الجورنال المالي هيقدر إن هو يختار أسهم بنفس كفاءة المحلل المتخصص. طبعا الناس هنا اتجننت، بس السؤال بقى اللي محدش بيرد عليه بوضوح، لو التحليل الفني شغال فعلا ليه 95% من اللي بيستخدموه بيخسروا؟ دايما هتلاقي الجواب ان لانهم مش بيطبقوه صح. بس خليني اسالك سؤال، امتى الاجابه دي تبقى عذر وامتى تبقى حقيقه؟ ببساطه الدماغ البشري قادر انه يلاقي انماط في اي حاجه حتى لو مفيش انماط اصلا. لو شفت سحابه دماغك هيحاول يلاقي لك فيها وش، ولو سمعت صوت تشويش هتلاقي نفسك بتسمع فيه كلام مفهوم، ولو شفت شارت هتشوف دعم ومقاومه وراس وكتفين، مش لانها موجوده، لان دماغك مش بيتحمل الفوضى. وده بالظبط اللي بيقوله المعسكر الاول، ان التحليل الفني هو اننا اخترعنا لغه كامله لتفسير عشوائيه السوق، وبنعتقد ان احنا اكتشفنا حاجه حقيقيه. بس بقى في المعسكر الثاني، وده بالمناسبه هو المعسكر اللي انا بميل ليه بشكل اكبر وبصوره كبيره، لو التحليل الفني وهم، طب ليه المؤسسات الكبيره بتبني خوارزميات بالكامل على البرايس اكشن، وليه البنوك بتراقب مستويات الدعم والمقاومه وبتبني عليها اوردراتها؟ الاجابه مش في ان التحليل الفني بيتنبأ بالمستقبل، الاجابه ان التحليل الفني اصبح ناراتيف مشترك. لما مليون تريدر بيشوف نفس الدعم وبيحط عنده اوامر شراء، السعر هيرتد فعلا من المستوى ده، مش لان الخط ده سحري، لكن لان في مليون اوردر بيتنفذ في نفس الوقت. والتحليل الفني مش بيتنبأ بالسوق، هو بيصنع جزء منه. وخليني اقول لك نقطه كمان مهمه جدا، التحليل الفني هو مش شرط ان هو يتنبأ لك بكل حركه، لكن هو على الاقل بتقدر تفهم منه المتداولين متمركزين فين، المناطق اللي بيحصل منها تحركات عنيفه، وبالتالي ما ينفعش ان احنا نتجاهل. طب والحقيقه بقى بين المعسكرين، الحقيقه ان السوق فعلا فيه عشوائيه حقيقيه وفي انماط حقيقيه في نفس الوقت، مش ده على طول ولا ده على طول. السوق عشوائي على المدى القصير جدا ومنطقي نسبيا على المدى البعيد، والتريدر اللي بيفهم الفرق ده هو اللي بيقدر يصمد. يعني مثلا لو انت بتشتغل سكالبنج على فريم الدقيقه، انت بنسبه 95% فانت هنا في عشوائيه كبيره جدا. لكن لو انت مثلا بتتريد على الويكلي او الديلي مع فهم السياق الاقتصادي، هنا بقى القصه بتكون مختلفه جدا، وهنا التحليل الفني بيكون فعلا ليه اهميه كبيره.